انا اشتريت دلوقتي سبيكر ودفعت فيها دم قلبي. تعرف اسعار السبيكر عامله ازاي؟ سؤال بقى مهم جدا واتكرر كتير معانا الفتره اللي فاتت، اللي هو ليه الفوكال ملهاش ارض؟ يعني مفيش ارضيه نقف عليها، انا بقف مني للسيراميك على طول. طيب احنا زي ما قلت لك في الاول خالص، وخلينا نقول ده كل مره، ان الفوكال ريكوردينج مصممه على انها تكون هوم استوديو داخل البيت. تمام. فيعني من المتعارف عليه ان البيت فيه سجاد، فاحنا هنحطها على السجاد مباشره. تمام. طيب احنا برضو على الجانب التاني دايما بنشوف ايه الاسئله، وده اللي مخلينا اصلا فكرنا في فكره ان احنا نقعد وندردش في الاسئله. ان احنا دايما بنشوف الاسئله اللي بيبعتها لنا العملاء، وبنحاول نلبي الرغبات دي على قد ما نقدر. تمام. فاحنا في تطور بنحضره دلوقتي، ان الفوكال ريكوردينج العميل هيستلم معاها قطعه موكت للارضيه بتاعتها مصممه للفوكال ريكوردينج مخصوص، بحيث نبقى موضوع الارضيه هو كمان وفرناه، علشان لو هو حطها او استخدم الفوكال ريكوردينج في مكان ما كانش فيه موكت او سجاد تحتيه، يبقى اوريدي هو هيشتريها مننا فيها السجاد بتاعها. تمام. يعني دلوقتي احنا وفرنا موضوع الستاره، اوكي، ووفرنا فكره قطعه الموكت اللي هتبقى بالزبط. الارضيه. تمام. ده للفوكال بس، للفوكال ريكوردينج، مش لباقي الاوضه. مش لباقي الاوضه، لا مظبوط، للفوكال ريكوردينج بس. مظبوط. شكرا يا عمو. حبيبي.